مبروك. الله يبارك، مبروك لكم، مبروك لكل شعبنا العراقي هذا الفوز. ان شاء الله القادم يكون افضل ان شاء الله. الشباب دائما يفرحون. تعب سنتين اليوم تترجم على ارض الواقع امام منو؟ امام اليابان؟ لا شوف، العراق يجب ان يعود الى قمه اسيا. يجب ان يعود الى قمه اسيا. لذلك احنا كان هذا تحدي كبير، لله الحمد نجحنا في هذا التحدي، ولكن القادم اهم واكبر من ذلك. هسه الطموح بكاس اسيا شنو؟ لا احنا بعد الفوز على اليابان. نتكلم. انا اليوم مباراه فزنا لله الحمد على فريق يعتبر رقم 1 في اسيا. هذا بالعكس راح يجب ان يضاعف اللاعبين من جهودهم وخلال المرحله القادمه، وليفكرون ان يوصلون الى ابعد نقطه في البطوله. الان مسؤوليتنا ازدادت. انا متاكد، انا قلت لهم للاعبين افرحوا اليوم ومباشر تبدون تتهيئون الى المرحله